من 5 دقايق بدأ عام 2026. كل سنة وحضراتكم جميعا يا رب بخير وبسعادة وبهنا، ومصر العظيمة مستقرة آمنة بمشيئة الرحمن، والجميع اللي بيسمعنا يحقق يا رب في 26 ما كان يتمناه ولم يتحقق في 25، ويبعد عنه يا رب أي مكروه كان موجود في 25 يبقاش موجود ان شاء الله في 26. كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا يعني. طيب، كان السؤال عند حضرتك كابتن فاروق تحدث على انه المدير الرياضي ده مش راجل فني وكذا وكذا. انت رايك ايه الحل بتاع الازمه دي، وهل فعلا المشكله مشكله مدير رياضي؟ لا طبعا، هي المشكله يعني مرتبطه ببعض. طبعا في البدايه من مجلس الاداره، لان هو اللي اختار المدير الرياضي. وبعدين احنا فوجئنا بعد كده ان في عقد ما بين مجلس الاداره وما بين المدير الرياضي ان هو اللي هيتحكم في كل حاجه بخصوص فرقه الكوره. نعم. ودي طبعا حاجه انا مش معاها، يعني ما فيش حاجه اسمها فرد واحد هو اللي يتعامل معاه فقط غير وفق العقد الرئيس ونائب الرئيس. وبرضه دي مش حاجه كويسه. مشكله ما دي مش صح يعني. ولا وكمان مجلس الاداره ككل بقى، رئيس ونائب وكل الاعضاء المجلس ما يقدروش ان هم يغيروا، مثلا ياخدوا قرار في تغيير مدرب، ما يقدروش ياخدوا قرار في لاعب. هو اللي بياخد القرار ده، ودي طبعا حاجه مش انا اول مره اسمعها او اشوفها بصراحه يعني. نعم. الحاجه الثانيه، فوجئنا برضو ان المدير الرياضي بيتقال ان هو ما بياخدش راتب ولكن بياخد نسبه من بيع اللاعبين. فانت دخلت في حاجه تانية غير المدير الرياضي اللي هو الاساسي. انت دخلت في كوكيل لاعبين موجود، هو اللي بيقوم بعمليه بيع وشراء اللاعبين. هو تشدق في بيانه ان انا ما باخدش اجر. عشان كده انا قلت لك، شفت النقطه دي؟ النسبه دي هي النسبه دي اول مره تحصل في تاريخ تجربه. هي تجربه بقى، وهي تجربه. اعتقد احنا كنا في البدايه قلنا هنساند لغايه ما نشوف التجربه، ممكن كانت تنجح. لكن اللي احنا شفناه هو طبعا ما فيش نجاح خالص ليه. الحاجه الثانيه ان مجلس الاداره عليه اللي هو العامل الاساسي في كل القرارات بتاعه النادي كله، مش كره القدم بس. لكن لما تتكلم على كره القدم مفيش حاجه اسمها ان انا سايب القرارات تبقى موجوده في ايد واحد بس. مع احترامي الكامل لجون ممكن يكون بني ادم كويس جدا وبيقدر يتعامل كويس، لكن التجربه بتاعته في فاركو غير التجربه في نادي الزمالك. الموضوع ده مختلف تماما. الحاجه الثانيه اللي برضو ان احنا ما قدرناش ان احنا ننجح فيها كنادي الزمالك، الاختيارات بتاعه اللاعبين. انت دلوقتي اخترت مجموعه لعيبه ما اضافتش اي حاجه لفرقه نادي الزمالك، بل بالعكس كانت عبء على النادي، عبء مادي وعبء فني. وده اللي اختارهم المدير الرياضي ولا؟ طبعا المدير الرياضي. برضه انت ما عندكش لجنه كوره تبقى موجوده علشان تبقى في نوع من التشاور في اختيار اللاعبين. والمدرب لازم يكون موجود. طب كل ده ماشي معاك كابتن اشرف، لكن يبقى الجزء المادي. تمام. انا لو النهارده كان موجود كان موجود في الاول. موجود في الاول؟ امال انت جبت اللعيبه دي ازاي في الاول؟ بس جبت اللعيبه دي وهي امكانياتها الفنيه لا تتناسب مع امكانيات نادي الزمالك. طب وانت رحت اشتريت لعيبه كتير جدا وانت ما عندكش قدره ماديه. طب وده غلط برضه، دي حاجه سيئه جدا ان انت ما فيش تخطيط اللي انت عايز تعمله الفتره اللي جايه. عايز يساير برضه الامكانيات الاهلي ويبقى منافس وكده. انت كان عايز يساير دلوقتي. ايه الموقف دلوقتي؟ لا الموقف سيء. انت عايز تساير يعني عشان تبقى بطل او تاخد بطوله او تأدي بشكل كويس ترضي الجماهير بتاعتك. لازم يبقى عندك لعيبه كويسه طبعا، واللي عندك مدرب كويس. واللعيبه الكويسه دي لما بتكون عندها الثقافه بتاعت اداء المباريات، وعندها يعني ايه ثقافه بطل، يعني يبقى عارف ان هو مثلا بيلعب على بطوله ما بيضيعش وقت، كل شغلته وهمه كله البطولات. طبعا. بينام بدري وبياكل كويس وبتبقى عاملين عليه كنترول. احنا عندنا مشكله. المشكله ان احنا بعد ما مشي المدرب البلجيكي ده عندنا مشكله. جه عبد الرؤوف شاب كويس يعني ده مش اجتهد قدر ما يستطيع يعني. برضك انت ما تقول زي اهلي وزمالك دولت ليهم مدربين، مش اي مدرب يجي مدرب جاي عايز ياخد بطوله. يعني جاي ياخد بطوله، انت هتحاسبه لو ما خدش بطوله هيمشي. حتى لو لعبت يعني كويس جدا وما خدش بطوله هتمشي. لكن انت في المشكله الاساسيه اللي عندنا ان انت بتلعب على بطوله
وانت ما عندكش المدرب المؤهل لكده، يعني ما عندكش المدرب اللي يقدر يوظف اللعيبه بشكل كويس، يعمل نتائج ايجابيه، يجيب لك البطوله ويحقق لك الهدف اللي انت جايبه. واختيارات اللعيبه، والاختيارات اللعيبه الكوتش هو الوحيد، عشان كده بنقول الكوتش لازم يكمل معاك السنه والسنه بدايه السنه الثانيه عشان هو اللي يختار اللعيبه. طيب انا هكتفي بهذا القدر في هذا الحوار عشان عايز اتكلم عن المنتخب شويه. لكن برضو انا يعني اذا سمحتوا لي، يعني انا بقول ان نادي الزمالك من غير وجوده لا توجد كرة قدم في مصر. طبعا قولا واحدا. هذا كلام موجه بقى للمسؤولين، موجه لأي حد. بدون نادي الزمالك والنادي الاهلي او الاهلي والزمالك مفيش كرة قدم في مصر، ومفيش تشجيع في مصر، ومفيش احساس بدوري عام موجود في مصر. قولا واحدا يعني. صحيح. يا كوتش نروح بقى للمنتخب. تقييمك لمشوار المنتخب لغايه دلوقتي وصعوده لدور 16 بشكل عام. مشوار ناجح جدا طبعا، متسق مع البطولة، بنلعب بأقل مجهود، حققنا صدارة المجموعة وده شيء يحسب لحسام حسن. اللاعبين بيزيدوا مع المباريات، التجانس بيزيد، حسام جازف على غير توقعاتنا في المباراة الثالثة. احنا قلنا هيعمل كوكتيل ما بين الاحتياطيين وبعض الأساسيين اللي مش بيشاركوا بصفة مستمرة. هو كان أجرأ مننا كلنا ولعب بالبدلاء وعمل نتيجة إيجابية. شايف ان ده كان صح؟ رؤيته احنا دايما كنا بنقول انت يا كوتش، بسألك انت دلوقتي اقول صح لانه عمل طبعا. ليه بقى؟ هو عمل نتيجة إيجابية وتصدر المجموعة. نمرة 2 ان كل اللاعبين دلوقتي رجلهم في الملعب، فأي واحد هتشركه مش هيبقى بعيد. دي الإيجابية الكبيرة لازم نعترف بيها. الحاجة الثالثة ان هو يعني كان حريص ان هو ما يخسرش، لان دي ممكن تاثر نفسيا على المجموعه. نعم. مجرد انك الماتش الثاني فالتجربه كلها ايجابيات. بنين طبعا هي استكمالا لرحله المجموعه الاولى، لان بنين يعني ليست بمعزل فنيا عن الثلاثه اللي لعبناهم. نعم. بمعنى ادق يعني ان الامر ميسر ان شاء الله. يعني حسام لو لعب بهذا الانضباط، هذه الروح، طموح اللاعبين، اعتقد ان بنين هيبقى مش عايز اسهل من المباراه. مفيش اي مباراه سهله في المباريات الحاسمه، يعني اللي هي فيها مكسب وخساره. انما طبعا الطبيعي ان احنا هنبقى نازلين بثقه الفوز، وهم نازلين مرعوبين من منتخب مصر. نعم. يعني هيضيقوا المساحات، هيتقوقعوا في نص ملعبهم، مش هيهاجموا من البدايه. اكيد هيبقوا يعني عاملين حساب، المكسب ان شاء الله ما فيهوش صعوبه يا رب. هو طبعا احنا كنا حاطين التشكيل اللي لعب بيه في اخر مباراه، لكن يبقى سؤال يا كابتن فاروق، انت طبعا مدير فني كبير. اتفضل. النهارده زي ما قال الكابتن طاهر، هو لعب ال 11 واحد في البدايه اللي هم ما لعبوش الماتش الاولاني. تمام. المجموعه اللي هتلعب او مفترض مؤكد انها هتلعب يوم الاثنين الجاي هي المجموعه الرئيسيه. طبعا. صح كده؟ طبعا. المجموعه الرئيسيه دي عشان هتلعب الماتش الجاي هتبقى بتلعب في اليوم ال11 بدون ولا مباراه. لان في 10 ايام وهنلعب اليوم ال11 اللي هو يوم الاثنين الجاي. هل فنيا من وجهه نظرك ككوتش يعني 10 ايام كاملين اللعيبه دي ما بتلعبش مباراه، بتتدرب فقط، هذا امر جيد ولا كان من الممكن اشراك ولو جزء منهم زي ما قال الكابتن طاهر في الاول توقع ان نص ساعه يلعب كذا كذا كذا؟ رايك يعني؟ انا كان مع كابتن طاهر. يعني كنت تعمل ميكس بين اللعيبه. يعني مثلا هتلاقي 5 قدامه مثلا و6 موجودين في الملعب، وتبقى الاساسيين لازم. وبعد كده انت يعني هو طبعا الاحساس بتاع حسام ان هو وصل خلاص اول المجموعه، فعايز يشوف بقيه اللعيبه. ده وارد، لكن مش كل اللعيبه. ان انت كمان كان حظنا كويس ان الفرقه اللي كنا بنلعبها في المباراه الثالثه ما كانتش احسن حاجه. يعني الانجولا ما كانتش ما كانتش اقوى فرقه يعني. وانت قريتها كويس فاخترت، ودي بتبقى مجازفه من اللعيبه، لكن ممكن مجازفه تبقى ناجحه وده اللي حصل. سهله لان هو نجحت. هو يعني لو كسب كان هيوصل. ما انا بقول المجازفه نجحت ان هو لعب باللعيبه عشان يكتشفها، مش هيقعدها الفتره الطويله. نعم. ولكن الكابتن مدحت بيقول اللعيبه الاساسيه هتقعد 10 ايام. طب ما انا هعمل بقى، طبعا اللعيبه دي عندها احساس ان العب، لكن انا في التدريبات ممكن اعمل بعد كل شغل في التمرين ابتدي اعمل تراي ماتش، هشتغل مع اللعيبه، نفضل نعمل كفايه دي يا كوتش. لو انت بقى اللعيبه كلها جايه عارفه
يعني اللعيبه مش شايف، لا، بتتفرج على البطوله نعم. وهو عايش في البطوله. يعني ال 25 يوم ولا 30 يوم اللي هم عايشينهم اللعيبه عايشه مع البطوله، فانت لازم اللعيب نفس احساس المدرب هو نفس الاحساس ما اللعيب. بيعدوش يعني. يعني بيشتغلوا بيتمرنوا ويعمل كل شويه بيتمرنوا طبعا. ويغير بقى في تشكيل. النهارده يلعب بالتشكيل مثلا 2 مساكين مثلا غير الاثنين الناحيه الثانيه، وبعدين أيوة، يغير أيوة. واحد مع واحد، يفضل يوظف اللعيبه بشكل كويس. نعم. وده هتبقى اضافه للفرقه. لكن هو اهم حاجه احساس الملعب، احساس الملعب من المباريات. يعني احساس الملعب مش التمرين بس، احساس الملعب رقم 1 المباريات. بالظبط. لكن هو بقى يعني حسام ناجح في ايه؟ ان هو اللي عنده الاعداد النفسي للمباريات بشكل كويس. هو كان لعيب كده يعني. انت حسام كنت انا يعني اشتغلت واشتغل يعني لعب معايا حسام. انا فوجئت لما جيت اشتغل معاه ان هو رقم 1 عنده مش الكوره، رقم 1 ان انا قاتل وعايز اكسب. هلعب ازاي مش هلعب حماس. ازاي، الحماس. يعني الاعداد النفسي عنده قوي جدا. أيوة. مثلا في حاجات معينه يقول لي يا كابتن انا مثلا ايه أنا مش هقدر ابدا يعني كان بيتكلم معايا وكان بيكلمني بروح. ما أنت يعني كنت عنده مدربه. اصابه وعنده بقى الاصابه. اقول له يا حسام ايه عايز يعني مثلا هنقول ايه حسام مش هتلعب المباراه اللي جايه يبقى هيموت، هيموت نفسه عايز يلعب. أيوة. الاحساس ده ما يروح للعيبه في بطوله مجمعه زي دي هتنجح. وفعلا عندهم روح ما شاء الله. بص يا بصراحة كابتن يعني. انت في الحته دي ما حسيتش بين الفريق اللي لعب المباراتين اللي قبل كده والفريق اللي لعب المباراه انجولا. صح. حسيت ان هم الاداء المعنوي والنفسي والتوظيف والخوف عالي جدا. بدليل ان في نعم. انديه كبيره طلبت لعيبه بعد المباراه دي. بالظبط. لعيبه في انديه مش احسن حاجه. أيوة. مش اكبر حاجه. صحيح اتفق معاك. طيب كابتن اشرف، خلينا نتكلم على بنين. صحيح اتغلبت من السنغال 3، لكن اذا كنت شفت الماتش عملت ماتش قوي جدا. طبعا ماتش قوي جدا. هي لعبت طبعا في دور المجموعات 3 ماتشات، غلبت ماتشين وكسبت المباراه زي ما احنا عارفين يعني. لو حطيت لك تشكيل بنين على الشاشه، انت تابعت المباراه؟ طبعا. ممتاز. عايزك برضو ايه تتكلم مع الناس، يعني ايه شكل بنين، الخطوره بتاعتها فين كده يعني هم كانوا بيلعبوا 4-2-3-1. ايوه. وهم كانوا في المباراه دي هم طبعا كانوا محتاجين على الاقل ان هم يتعادلوا، لكن هم كانوا بيلعبوا قدام فرقه قويه جدا. كان مجرد قدامهم الكوره بيرجعوا وسط ملعبهم، بيقفلوا المساحات بتاعتهم، بيبقى فيه كثافه عدديه في وسط ملعبهم بشكل كبير. واعتقد ان دي نفس الطريقه اللي هيلعبوا بيها قدام مصر. ايوه. ده التشكيل اللي قدامنا. الحاجه يا كابتن المهمه جدا في فرقه بنين ان احنا لازم نبقى عارفين ان هم واضعين في اعتبارهم الرباعي الهجومي اللي موجود عندنا في منتخب مصر. ايوه. لانه دول يعتبروا يعني احسن الخطوط اللي موجودين عندنا هجوميا. أيوة. فهم عندهم مشكله كبيره ممكن تقابلهم لو بقى عندهم مساحات في الملعب. فعلشان كده هتلاقي في كثافه عدديه كبيره موجوده من فرقه بنين في وسط ملعبها، وخصوصا في منطقه الظهر. يعني ممكن يلعبوا 4 فلات، ممكن يبقوا 3 في وسط الملعب مدافعين، 3 وسط الملعب مدافعين. هيبقى في كثافه عدديه. انت هتقدر تقابل الكلام ده ازاي؟ الكلام ده ممكن ان احنا نتقابل بيه في زي ما حضرتك كنت بتسال الكابتن فاروق والكابتن طاهر. نعم. على ان حسام ال10 ايام دول ممكن يفرقوا معاه. ممكن يفرقوا معاه مع اللعيبه اللي موجوده اللي ما لعبوش، ان هياخدوا راحه اكبر، هيبتدي يشتغل معاهم التكتيك في الملعب في التمرين. يعني يفرقوا ايجابي طبعا 100%. اوكي. 100%. الحاجه الثانيه، في ناس كتير كانت بتقول هو ليه ما لعبش امام عاشور. امام عاشور هو عايز يدخله ويوصله لاعلى حاجه. المده دي كلها في فتره كبيره جدا هو يقدر يجهزه ان هو يبقى يكون موجود، لان امام من الركائز الاساسيه. ياخد حتى شوط في كان ممكن ياخد نص ساعه، ممكن ياخد نص ساعه، يعني 25 دقيقه. لكن هو ممكن في تخوف برضه يا كابتن، خد بالك في تخوف. الحاجه هو قال حسام في المؤتمر انه خاف عليه لان انجولا كان في عنف في الملعب. انا معاه 100%. انا معاه 100%. فانت عارف دلوقتي، انت شفت فرقه بنين بشكل كويس قوي. انت لازم تكون عارف انت هتنزل تلعب قدامها ازاي. يعني اكيد هيبقى في سؤال، انا عارف طريقه لعب المنتخب عامل ازاي. من وجهه نظري هو لعب 3 في الماتشين اللي فاتوا، 3 تحت. انا شايف ان احنا نلعب 4. حمدي وياسر ورامي وكان هاني وحمدي بالظبط. انت المباراه اللي جايه لازم تلعب 4-2-3-1 برضه نفس الوضع.
مع وجود الاثنين اللي في النص مروان وحمدي فتحي. لو انت عايز تلعب 3 في خط الظهر، مع حمدي فتحي هو بينزل لتحت وبيشتغل الجزئيه دي مع حسام انت مش عايز تبتدي زي ما ابتدى الماتش بتاع 3 ده. انا لازم احس من البدايه خالص واوصل الاحساس ده للاعيبه ان احنا عايزين نكسب المباراه من البدايه. طيب يعني كابتن طاهر، انت زعلان انه تخطاك في الاهداف محمد صلاح؟ لا طبعا. لا طبعا. قول للناس الاهداف الاول بتاعتكم كام؟ يعني انت بالنسبه لك 7 اهداف في افريقيا، في بطولتين. في بطولتين. علي ابو جريشه نفس الوضع 7 اهداف. عندنا احمد حسن العميد 8 اهداف. محمد صلاح بقى 9، يعني عداك انت وعلي ابو جريشه واحمد حسن. حسام حسن 11 وحسن الشاذلي الله يرحمه 12. يعني هو فاضل له 3 اهداف يتساوى مع حسام شاذلي، بعدين يبتدي يعديه. الحكايه دي مزعلاك ولا حاجه؟ بالعكس، ده انا اتمنى ان هو يعدي الكابتن الشاذلي الماتش الجاي. صلاح فرصته طبعا، فرصه كويسه. يعني يستطيع فعلا. ممكن جدا لو مصر لعبت بشكل هجومي ضاغط. طبعا يعني هي بعيده شويه، بس ممكن يجيب جولين مثلا. وارد. وارد جدا. لو مصر ضغطت واستغلت ضربات ثابته، وبيجيب ضربات ثابته. استغل الفولو، بيعمل فولو كويس جدا. لان المتوقع ان انت هتضغطه. طبعا. هي فرقه مفترض هذا يعني يعني فنيا برضو احنا اعلى منها. هم عاملين حساب مصر، وبالتاكيد هيرجعوا ورا. كل ده في وممكن لا يا كوتش ولا تضمن، ممكن يفاجئون بقى عنتريا يعني. خلي بالك 2019 لا يعني اقصوا المغرب 2019 من دور ال 16 بنين لو تتذكر. بس مستواهم دلوقتي يا كابتن غير دلوقتي غير 2019. واحنا بنتكلم على اللي شفناه طبعا يعني. اوكي. هو بالتاكيد طبعا عارف يعني ايه مصر بطلة افريقيا 7 مرات، فريق متصدر المجموعه، مصر الاول بتلاعب ثالث. بالظبط. دي دوافع نفسيه كلها بتخليه عارف قيمه مصر. الحاجه الثانيه ان حسام حسن بارادته وبتركيبته ككوتش مش هيفرط في النجاح المستمر. ايوه. فبالتالي يعني هيبدا عاوز يكسب من بدري. وعايز يعلن عن نفسه، لانه هيخش بعد كده ان شاء الله يعني دور الثمانيه بقى. هنخش بقى في المعمعه الثقيله بقى. هنخش هقول لك انا بعد شويه الطريق بتاعنا هيبقى عامل ازاي. غالبا سهل عاج. هو هقول لكم الطريق بعد الفاصل، لكن انا سالتك السؤال بتاع الخط ده لانه صامويل ايتو اقصى 19. لا، صامويل ايتو اقصى فينسنت ابو بكر من الفريق عشان ما يتخطوش في عدد الاهداف الافريقيه. دي معلومه دي ولا معلومه؟ هو رئيس الاتحاد. معلومه واتكتبت هناك وبتاع، والدنيا اتقلبت هناك وكده يعني. قال لك عشان ما يتخطنيش في التاريخ يا كابتن. ما هو رئيس الامر يعني. مش هو رئيس الاتحاد؟ براحته. لا يعمل ازاي؟ لا دي بلد يا اشرف، يعمل ازاي؟ اذا حوار اخر ولكن بعد الفاصل. يلا.